السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا إن شاء الله النهاردة النموذج الأول في الجبر. حلينا امبارح النموذج الأول في الهندسة. إن شاء الله تكونوا استفدتوا جدا منه. إن شاء الله النهاردة معانا النموذج الأول في الجبر. يلا صلوا على النبي، بسم الله كده. كوباية الشاي عشان إيه يعني تفهم معايا كده وأنت فايق يعني. يلا أول سؤال بيقول لي إيه هنا؟ بيقول لي إذا كانت نقطة تقاطع المستقيمين، مستقيم الأول معادلته س ناقص واحد بصفر، مستقيم التاني ص بتساوي 2 كاف، تقع في الربع الرابع. طبعا يا جماعة الجبر مفيش أسهل منه الترم ده، تمام؟ بس هيوقعك في الاشارات، هيوقعك في صيغة السؤال، فانت خلي بالك برضو يعني. تمام، هو سهل بس يوقعك في اشارات، يوقعك في صيغ السؤال، غير كده مش هيقدر يوقعك في حاجة. المهم المستقيم الاول قال لك س ناقص واحد بتساوي صفر. هتقول لي والله يا مستر يبقى السين بواحد، هي دي محتاجة يعني. والصاد كده كده جاهزة باتنين كاف. هقولك لما تيجي تكتب مجموعة الحل أو تجيب نقطة التقاطع، مش أنت هتقول لي يا مستر واحد واتنين كاف؟ هتقول لي أيوة يا مستر. هقولك قالك هي في الربع الرابع، طب الربع الرابع ده إشارته إيه؟ هتقول لي والله عندك السين موجبة والصاد سالبة، ومفيش عندك في الاختيارات غير السالب خمسة، فخلاص كده يبقى الكاف ممكن تساوي سالب خمسة. أهم حاجة الإشارة، ماليش دعوة بالقيمة يعني. السؤال التاني، يلا صلي على النبي، ايه شرحته لك قبل كده، هو سؤال مهم جدا ومش محتاج أي خطوة. منحنى الدالة التربيعية يمر بالنقاط 4 وصفر صفر وسالب 8 سالب 2 وصفر. يا جماعة قلت لك مجموعة الحل في الدالة التربيعية المقصود بها هي نقاط التقاطع مع محور السينات. ويا مستر نقاط التقاطع مع محور السينات يعني أي نقطة فيها الصاد بصفر. طب مين النقط اللي فيها الصاد بصفر؟ هتقول لي والله يا مستر عندك اللي هي 4 وصفر، وعندك كمان سالب 2 وصفر. خلاص يبقى هي دي، يبقى مجموعة الحل هتبقى المجموعة طبعا هيبقى 4 وعندك سالب 2. بس كده الدنيا سهلة وبسيطة، اللي هو اختيار رقم ج. يلا صل على النبي. سؤال رقم 3، سؤال سهل جدا بيهزر معاك. هو بيقول لك نص س ب6 ونص م ب6. هتقول له والله يا مستر نص ال 12 6. طب ما انت شاطر اهو. قال لك بقى هات لي تلت السين، يعني تلت ال 12. طب هو تلت ال 12 يعني ايه؟ يعني 12 على 3، وال3 في 4 ب 12. يبقى سؤال رقم 3 4. شفت السهولة؟ يلا صل على النبي. سؤال رقم 4 سؤال تراكمي من تاني اعدادي، وعايز واحد مركز يعني. طبعا هو عايز معامل الحد الاوسط. كان الاوسط يا شباب في المربع الكامل، خلي بالك. المربع الكامل كان بيقول لك ايه هو؟ كان بيقول لك موجب او سالب 2 في جذر الاول، حد الاول يعني، في جذر التالت. طيب مش انت قلت لي القانون؟ خلاص سيبني مستر اكمل انا بقى. فيبقى عندك موجب او سالب 2 في جذر الاول، هو مين الاول؟ والله عندي س تربيع. ومين التالت؟ عندي 36. يبقى موجب او سالب 2 في جذر س تربيع س، وجذر 36 6، والاتنين في 6 ب 12. يبقى موجب او سالب 12 س. طبعا انا عايز المعامل بس اللي هو الكاف، فيبقى موجب او سالب ال 12. معلومة وعرفتها تمام. عشان يعني الناس اللي بتزعل لما تلاقي سؤال ما هيش عارفاه، عادي يا شباب. ده انت بالعكس لما انت ما تستفدش من الحصة او من الفيديو ايا يكن، فكده الفيديو او الحصة ملهاش لازمة. يلا صل على النبي. سؤال رقم 5، مجال الكسر الجبري س ناقص 5 على 3 يساوي مجال الكسر الجبري نقطة. طيب اولا مجال الكسر الجبري ده، هتقول لي يا مستر والله انت كنت قايل لي في جنب كده لما تيجي تشتغل على، خلي بالك الحاجات دي ما بتطلعش لأي حد، عشان انتوا حبايبي بس. نكتبها هنا. لما يطلب منك المجال يبقى اعرف ان انت هتشتغل على المقام، تساويه بقى بصفر وكده، طبعا ما عدا المجال المعكوس الضرب يا شباب بتشتغل على البسط والمقام. بس انا بقول عموما يعني. ولما يطلب منك اصفار الدالة طبعا اعرف ان انت هتشتغل على البسط. طيب فانت هنا هتشتغل على المقام. طب المقام هنا رقم عندي يا مستر، وانت قايل لي لما يبقى رقم مفيش سين يعني يبقى على طول ح بس. ما هيبقى فرق ايه؟ ما فرق يبقى بقول ح فرق قيم السين، اللي هو ح فرق اصفار المقام، يعني انا ما عنديش سين اصلا فيبقى ح. فمين بقى في الاختيارات دول هيديني يبقى مجالها ح؟ والله الاولى يا مستر، تعالى كده نشتغل على المقام. هتقول لي س تربيع زائد واحد بتساوي صفر. طلع الواحد بعكس الاشاره يبقى س تربيع بتساوي سالب واحد،
وانت قايل لي يا مستر ده ما ينفعش، فيبقى برضو المجال هنا ح. فخلاص دي صح. بس انت قايل لي يا مستر كمل الاختيارات، يمكن انا مش واخد بالي من حاجة. ايوه كده كده انت حبيبي، كده انت راجل صنايعي وعايز تاكل عيش. رقم ب، عندك المقام س ناقص 3. س ناقص 3 لما تيجي تساويها بالصفر طلعها بره بعكس الإشارة، يبقى الس بتساوي 3. لا ده هنا في ح فرق التلاتة، أنا عايز ح بس. خلاص دي كنسل. رقم ج برضو س ناقص 5 بتساوي صفر، يبقى الس بتساوي 5، هيبقى ح فرق الخمسة كنسل برضو. الأخيرة س ناقص 3 يبقى س بتساوي 3، يبقى ح فرق التلاتة برضو كنسل. كده أنت تختار اختيار ألف وأنت مطمن. مع إن يا شباب بيني وبينكم كده أنا مش بطمن لاختيار ألف ده خالص، بيوقع ناس كتير، فأنت خلي بالك يعني. يلا صلي على النبي. سؤال رقم 6 بيقول لي المجال المشترك للكسرين. يا سلام. يا عم انت هات المجال الأول بتاع الكسر الأول، هيبقى ح فرق الخمس، واضحة جدا مش محتاجة حاجة يعني. والمجال التاني هيبقى ح فرق التلاتة. شو عايز المجال المشترك؟ يعني خدهم مع بعض، هيبقى ح فرق 5 و3. بس كده. موضوع سهل. أبسط صورة للدالة 2 س على س زائد 1 زائد س على س زائد 1. بص يا شباب، مش هما نفس المقام؟ هتقول لي أيوة يا مستر، خلاص اكتب نفس المقام واجمع البسطين بما إنه هو جامع لك الكسرين. 2 س وس 3 س على س زائد 1، يبقى 3 س على س زائد 1. بس كده. طيب السؤال اللي بعده، إذا كانت الدالة ن حيث ن س بتساوي 1 على س ناقص 3 على س، فإن ن سالب 1 س اللي هي المعكوس الضربي يعني. طيب بصوا يا شباب، أنا عندي النون س طبعا هم لهم نفس المقام، فأنا هحط نفس المقام اللي هو السين، وهقول لك 1 ناقص 3. طبعا 1 ناقص 3 سالب الاتنين على ال س. طيب بقى دي نون س، مش أنت عايز نون سالب 1؟ ايوه يا مستر، خلاص شقلب، مش ده معكوس ضرب يعني بشقلب يا مستر. ايوه كده، يبقى س على الاتنين، وطبعا الكسر عندك سالب، فيبقى اختيار رقم ج اللي هو سالب س على الاتنين. جبر سهل يا جماعة، بس انت محتاج تركز مش اكتر. اذا كان السؤال ده يعني سؤال مهم الصراحة يعني. بيقول لك اذا كان الف وب حدثين متنافيين. طبعا يا شباب احنا قلنا حدثين متنافيين، فيعني مالهمش علاقة ببعض. وقلنا كمان إن التقاطع بتاعهم فاي، يعني ألف تقاطع ب بيساوي فاي. ولو طلب منك لام ألف تقاطع ب هتقوله بيساوي صفر. فأنت ما تجيش تستعجل هنا يا صديقي وتروح تختار صفر. شوف، مش قلت لك مش بطمن الاختيار الأولاني ده، أو حاطط لك الصفر في الأول وقت عشان إيه؟ يلبسك فيها. لا وعلى مين بقى؟ ده انت تبعي يعني، مستحيل تلبس ان شاء الله يعني. فده طبعا غلط. ليه غلط يا مستر؟ يا مستر انا طالب منك لام الف تقاطع ب، بس هي شرطة اللي هي المتممة او المكملة سوري. فالحدث المكمل بيبقى المجموع الحدث زائد الحدث المكمل، قلتها في فيديو قبل كده ان بيكون مجموعهم واحد. اي حدث وليكن الف زائد المكمل ليه بيكون مجموعهم واحد. طب الحدث الاساسي يا مستر انت قلت صفر، يبقى المكمل ليه المفروض مجموع الاتنين واحد، فيبقى صفر زائد كام يدينا واحد؟ اكيد صفر زائد واحد. فانت هنا تختار واحد. ما تقعش في السؤال ده، سؤال مهم جدا، ما يوقعكش فيه. لان انت عارف اللي هم حدثين متنافيين، والمحافظات مليانه الف وب حدثين متنافيين، يقول لك لام التقاطع فانت تختار صفر. وانت خلاص بقيت متبرمج على كده، ما كنتش بتفكر، بقى الموضوع روتيني عندك، اللي هو ايه على طول صفر. لا مش صفر، ما اعرف هو اشوف هو طالب مني ايه. فانت ما تستعجلش. السؤال التاني او المجموعه التانيه اوجد فيها باستخدام القانون العام. طبعا يا جماعه دي من اسهل الاسئله اللي هتجيلك. طبعا اول حاجه بنطلع الالف بواحد، وعندك الب بسالب 6، محدش يقول لي 6. ونطلع الجيم عندنا بموجب 4، وتكتب قانونك يا باشا اللي هو السين بيساوي. طبعا يا جماعه ما تكسلش وتكتب القانون، ما انت بتكتبه طول السنه، هتيجي على الامتحان بقى وتستخسرها في الدرجتين يعني. هيبقى عندك طبعا جذر، حتى الجذر زعلان مش عايز يتعمل. هيبقى ب تربيع ناقص 4 ألف ج على الاتنين ألف. وهنعوض بقى. طبعا الب بسالب 6 والسالب السالب موجب، فيبقى عندك هنا 6 موجب أو سالب جذر ب تربيع اللي هي 36 ناقص 4 في الألف واحد في الجيم اللي هي 4 على طبعا الاتنين في واحد اللي هي باتنين. فعلى طول بقى كده يبقى السين هتساوي، هيبقى طبعا عندك 6
موجب أو سالب. يبقى عندك 36 ناقص 16 هيساوي طبعا 20 على الاتنين. طبعا هتساوي 3 لو قسمنا على الاتنين يعني. طبعا يا جماعة جذر العشرين اللي هو 2 جذر 5. فيبقى عندك 3 اللي هو 6 على الاتنين 3 موجب أو سالب جذر 5. وتبقى بقى مجموعة الحل انت بقى تقربها بالآلة الحاسبة. قالك لثلاثة أرقام يبقى انت تاخد 3 أرقام بعد العلامة. سؤال رقم 2، يلا صلي على النبي. سؤال سهل وبسيط برضو. هو قالك أنا عايزك تجيب لي نون سالب واحد س. هتقول لي سهلة يا مستر، مش انت عايز نون سالب واحد؟ هقول لك أيوه عايز نون سالب واحد. يعني معكوس ضربي، يعني معكوس ضرب، يعني شقلب يا مستر، مش محتاجة يعني. فتعالى نشقلب. فيبقى عندك س تربيع ناقص 5 س زائد الستة على س تربيع ناقص 2 س. هتعمل ايه؟ والله هنحلل يا مستر. هيبقى عندك، نفتح القوسين اهم، عندك هنا س وهنا س. طبعا الستة 2 في 3 والاتنين سوالب لان عندي سالب 5 وعندي موجب 6. ما تحفظهاش، ما تقوليش عشان اللي في النص سالب والاخير موجب. لا انت فاهمها مش هتغلط خالص ان شاء الله. على ناخد السين مشترك. هيبقى عندك س ناقص الاتنين. بعد كده يا جماعة ما تستعجلش وتختصر، لا هات المجال الأول وبعدين يبقى اختصر، ما تستعجلش. طبعا يبقى ح فرق. في حاجة أنت هتنساها، هتقول لي يا مستر ح فرق الاتنين. ودي الغلطة يا باشا. ليه؟ لأن أنت عندك يا جماعة في هنا س. يعني لو ما كان السين ده رقم واخده وأنا عامل مشترك رقم ما فيش س يعني، فبالتالي عادي هتقول الاتنين اللي جوه وخلاص. إنما دي س، فأنت هتقول إما الس بصفر أو س ناقص الاتنين بصفر. فدي هتطلع لك صفر، أنت ما ينفعش نكنسله. فيبقى الاتنين وصفر، فانت خلي بالك. وبعدين اختصر بقى. س ناقص اتنين مع س ناقص الاتنين. هيتبقى لك ان النون سالب واحد س بتساوي س ناقص تلاتة على الس. سؤال سهل وبسيط وما ينفعش تغلط فيه، ما ينفعش تغلط في الجبر اصلا يعني. يلا صل على النبي. سؤال رقم 3، عايز تحل تعويض هنحل التعويض. طب عايز تحل حذف مش هينفع حذف. ليه بقى؟ هو بيستقصد يجيب لك السؤال ده لان يا جماعه في ناس مش عارف بيجيبها، يعني جايب المعلومه دي منين. انه يقول لك هربع الطرفين يا مستر هنا. ماشي يا مستر ربع الطرفين بس كده. ده اس 2 وده اس 2. يقول لك بقى ان دي هتبقى س تربيع زائد ص تربيع يا راجل. طب وبالنسبه للحد اللي هيكون في الاوسط ده راح فين؟ فيا جماعه ما ينفعش. لا يحل بالحذف لما يبقى المعادلتين من نفس الدرجه. انما هنا واحده درجه اولى واحده درجه تانية، لا ده ما ينفعش، عيب. فيلا، ممكن انا اجيب الصاد لوحدها في طرف من المعادله دي. هتبقى الصاد بتساوي 10 ناقص س. اعوض انا بقى في المعادله دي، اشيل الصاد واحط القيمه بتاعتها. س تربيع زي ما هي ناقص. هيبقى عندك 10 ناقص س الكل اس 2 بتساوي 40. يلا هنفكها. هيبقى س تربيع زي ما هي ناقص، خلي بالك انا عملت قوس تمام عشان السالب ده هينضرب في الحد في المقدار الثلاثي اللي هينتج من فكة القوس المربع ده. فانت تخلي بالك، انا قلت لك الموضوع هيجي لك سهل بس هيوقعك في اشارات او ايه او شكل السؤال يعني. مربع الاول 10 اس 2 100. الاشاره الاول في التاني في 2 عندك 20 س زائد مربع التاني. طبعا الكلام ده ب 40. وهتشتغل عادي بقى. هيبقى عندك س تربيع زي ما هي ناقص ال 100 زائد 20 س ناقص الس تربيع بتساوي 40. أصبح عندك السالب س تربيع مع الموجب س تربيع. هيتبقى ليك السالب 100 خلي بالك زائد ال20 س بتساوي 40. هنقل السالب 100 دي بره بعكس الإشارة. هيبقى أصبح عندي، خلي بالك، ال20 س بتساوي 40 زائد 100. طبعا هيبقى 140 وتقسم طبعا على ال20. يبقى الس طبعا هتساوي 7. عوض بقى في أي معادلة تعجبك. تعال مثلا نقعد في المعادلة الأولى خالص. س زائد ص بتساوي 10 صح؟ أهي المعادلة أهي. مجموع المعادلتين مجموع سوري الرمزين ب10. واحد خد 7 يبقى التاني ياخد 3. شفت الدنيا سهلة ازاي؟ يبقى الصاد بتساوي 3. وما تنساش تكتب طبعا مجموعة الحل تساوي المجموعة. طبعا عندك 7 و3 وصلي على النبي. سؤال 4، إذا كان أ وب حدثين من فضاء العينة. كلام جميل. قال لك لام أ ب6/10 ولام ب5/10 والتقاطع 3/10 زي الفل. قال لك هات لي بعد إذنك لام أ اتحاد ولام لام ب فرق الألف. طيب تعال نشوف. أول حاجة هو عايزة
الاتحاد. هتقول لي يا مستر ما الاتحاد ده انت مديلي ليه قانون. اقول لك شاطر، ايه هو القانون؟ هتقول لي كنت انت قايل لي يا مستر ان لام الاول زائد لام التاني ناقص لام التقاطع. ما انت واد شاطر اهو. فيبقى عندك لام ألف 6/10 ناقص ال5/10، لا زائد بقى ناقص ال3/10. طبعا 5 ناقص 3 2، 2 و6 8/10. رقم 2 طالب منك لام الفرق ب فرق ألف. طيب قلت لك برضو لها قانون، قلت لك على طول لام الأول اللي هو لام ب ناقص التقاطع برضو. لام ب معاك ب5/10 ناقص التقاطع عندك 3/10 هيساوي طبعا 2/10. الموضوع سهل. يلا صل على النبي. أوجد في ح مجموعة حل المعادلتين جبريا. بس كده. بص يا عم الناس، انت بقى واضح جدا ان انت هتستخدم الحذف. هتقول لي يا مستر بس انا عايز استخدم التعويض. استخدم التعويض، إيه المشكلة؟ بس ليه انا قلت لك واضح جدا؟ لان انا قلت لك وانا كنت بشرح لكم الطريقتين دول يا جماعة في شرح الدرس الاول يعني. قلت لك بص على الاشارات، بص على المعاملات، هتلاقي الدنيا اسهل لمين او اقرب لمين. هو كده كده الطريقتين سهلين جدا مفيش مشكلة، بس الحذف ده تحسه اي حاجة كده يعني، بيقول لك يلا خد الدرجة ببلاش اهي. فانت هنا لو لاحظت عندك دي موجب 2 صاد ودي سالب صاد، فانت تضرب في 2 عشان تنجز، فتخليها 2 في 2. طبعا يا جماعة في ناس بتستعجل او ناس اصلا مش واخدة بالها، يروح يضرب الصاد بس هي اللي في 2. طب وباقي المعادلة يا صاحبي؟ باقي المعادلة دي هنعمل فيها ايه؟ المعادلة دي شبه الميزان، انت ضربت في ناحية يبقى تضرب في الناحية التانية عشان يعني ما فيش. وانا ينفع مثلا اقول لك الكفتين دول متوازيتين او متساويتين يعني، واحط في واحدة 100 واسيب التانية؟ لا، فانت لازم أن تضرب في كله. فبلاش يا جماعة الافكار اللي بتيجي دي. 2 في 2 4، 4 س ناقص ال2 ص، و3 في 2 ب6. طبعا هتجمع المعادلتين، هيبقى عندك موجب 2 ص مع سالب 2 ص، س و4 س 5 س، و4 و6 طبعا 10، تقسم على ال5 يبقى الس بتساوي 2. عوض بقى في أي حتة، هات صاد، عوض مثلا في الأولى خالص دي، هيبقى ال2 س و2 في 2 ب4 ناقص الصاد بتساوي 3. يبقى طبعا أطلع الصاد دي بره وأدخل ال3 جوه، يبقى الصاد بتساوي 4 ناقص 3 بتساوي 1. وبكده تكون خلصت إذا مجموعة الحل. طبعا السين طلع معايا ب2 والصاد طلع معايا ب1، يبقى 2 و1. يلا صل على النبي. السؤال اللي بعده بيقول لي ن س بتساوي س تربيع زائد س على س تربيع ناقص س ناقص الاتنين ناقص الكسر ده. المهم هو عايز ن س في أبسط صورة وعايز المجال. يا سلام بس كده. تعالى يا عم نشوف. ن س هتساوي، أنا قلت لك إيه؟ حلل عامل مشترك وبعد كده مجال وبسط. حلل عامل مشترك مجال وبسط على طول. خلاص بقى احنا بقينا صنايعية يا جماعة يعني، انت خلاص بقى. بس اوعى تقع يعني. فيبقى عندك س مشترك هيبقى لك س زائد 1 على، هتحلل اللي تحت طبعا س والاتنين 2 في 1. الإشارات طبعا ده سالب عشان الكبير وده موجب ناقص. مفيش سؤال تبع الفكرة ده يا شباب؟ سؤال فكرته عجباني جدا، إن شاء الله أنزله لكم الفيديو الجاي. ناخد الاتنين مشترك هيبقى س زائد الاتنين على، هنحلل طبعا س ناقص الاتنين وس زائد الاتنين لأن ده فرق ما بين مربعين. بعد كده ما تنساش هات المجال، وبعد كده ما تستعجلش على ان انت تختصر بسرعة كده. انا عارف ان انت راجل مستعجل يا عيني. فيبقى فرق، هيبقى عندك 2 وسالب 1 وبس كده. وسالب 2 اه. طيب بعد كده نجيب نختصر بقى عشان نجيب أبسط صورة. فس زائد 1 مع س زائد 1، س زائد 2 مع س زائد الاتنين. ايه اللي بقى لينا؟ والله اللي بقى لينا ان النون س هتساوي الكسر الأول اللي بقى معاك س على س ناقص الاتنين ناقص الكسر التاني 2 على س ناقص الاتنين. طبعا يبقى س ناقص الاتنين على س ناقص الاتنين عشان نفس المقام يعني. طبعا أي حاجة على نفسها بيساوي 1 صحيح. يلا صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال اللي بعده سؤال سهل برضو.
قال لك عايزين برضو ن س في أبسط صورة وعايز المجال. ن س هتساوي، طبعا هنحلل البسط، هيبقى عندك س وس، وطبعا الستة أعتقد لسه محللينها من شوية، 2 في 3 والاتنين سوالب. طبعا ده فرق ما بين مكعبين يا شباب، قوس صغير وقوس كبير. جذر التكعيب الأول ناقص الجذر التكعيب التاني. القوس التاني كده كده بيكون جايبهولك أصلا عشان في الاختصار، بس بنجيبه ازاي؟ بتجيبه من القوس الصغير يا جماعة، مربع الأول في القوس الصغير اللي هو س تربيع، وبتعكس الإشارة وتضرب الأول في التاني زائد مربع التاني. شفت سهلة ازاي؟ وبعدين بنقلب العلفي ونشقلب اللي بعد العلم. طبعا هيبقى ده هنكتبه زي ما هو ما بيتحللش، وطبعا كده كده س ناقص التلاتة زي ما هي. نجيب بقى المجال، وما تستعجلش، هيبقى ح فرق، هيبقى معاك 2 ومعاك 3 بس كده. طبعا لأن قلنا ده ما بيتحللش. وبعد كده بقى هنختصر، هيبقى س ناقص الاتنين مع س ناقص الاتنين، س تربيع زائد الاتنين س زائد 4 مع أختها، وس ناقص 3 مع س ناقص 3. ما شاء الله كل حاجة راحت مع بعضها، يبقى النون س بتساوي 1. وبس كده. ده شفت النموذج خلص في تقريبا في تلت ساعة. فالجبر سهل يا شباب، محتاج تركيز، هيوقعك تاني وأفكر